ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده بقى لحمه مشويه على الفحم بطريقه سهله وسريعه وبتتبيله تجنن، هتعتمدوها في كل مشوياتكم. معايا بقى هنا كده ريش ضاني فريش. هعمل بقى التتبيله بتاعتها. هجيب بقى بوله واحط فلفل اسود واحط كميه الملح اللي انا محتاجاها. الملح مش بيأخر في تسويه اللحمه ولا حاجه يا جماعه، بالعكس بيديها طعم حلو جدا. ورشه من جوز الطيب ومعلقه من الزعتر المجفف. ومعايا بقى هنا السر بقى كان من المرندة البرتقان، ممكن نستبدلها بعصير برتقان فريش، بس لو مش موجود المرندة بتبقى حلوة جدا وبتديها مزازة حلوة قوي. ومعايا معلقة من تانك البرتقان، معلقة كبيرة كده، ومعلقة كبيرة من العسل الأبيض. وريت ما نستغناش عن الخطوة ديت، لأن العسل الأبيض بيديها لمعة حلوة جدا بعد السوا وطعم حلو قوي. هنقلب بقى كل التتبيلة دي كده مع بعض، وهننزلهم على اللحمة كده بالشكل ده كده، ونقلبهم كويس جدا جدا ونحطهم على جنب. ومعايا هنا برضو لحمة ستيك اللي هي التربيانكو. خليت الجزار يقطعها لي كده شرايح، وخليته يدقها لي عشان خاطر يفتح لي الأنسجة والتتبيله تخش فيها كويس جدا. بس اهم حاجه ما تخليش الجزار يرفعها لك زي البوفتيك كده، خليها ستيك عاديه، علشان خاطر لما تيجي تشويها ما تنشفش معانا. خلاص بقى قلبتها بقى في نفس التتبيله برضو، بس انا شلت الزعتر بس، لكن نفس التتبيله. وضفت كمان بصلايه بعد ما بشرتها، خدت العصير بتاعها وحطيت عليها معلقه من المعجون بتاع الطماطم، وقلبتهم مع بعض معاهم رشه فلفل اسود. وهنزل بقى البصل والطماطم على التتبيلتين عادي جدا. هنا بس هنا هوت الستيك بس اللي ما حطيتش عليه الزعتر، لكن كل حاجه هي نفس المقادير بالظبط. واقلبهم بقى كويس مع بعض كده، واغطيهم بسترتش او في علبه بغطا، واحطهم في التلاجة عشان الوش بتاعهم ما ينشفش. ونسيبهم بقى اكبر وقت ممكن، يعني ممكن يوم يومين 3 براحتنا خالص. كل ما بنسيبها في التتبيله كل ما بتدينا نتيجه حلوه جدا. بس اقل وقت ممكن تسيبوا فيه اللحمه في التتبيله مش اقل من 24 ساعه عشان تدينا نتيجه كويسه، وكل ما بنسيبها طبعا بتدينا نتيجه افضل. ولعت بقى الفحم كده بقى ونزلت اللحمه بالشكل ده كده. طبعا بقى اي لحمه فيها نسبه دهن بتبقى حلوه جدا في الشوي على الفحم، لانها طبعا كل الدهون دي بتنزل على الفحم وبتعمل ريحه حلوه جدا. كل بقى جنب هنا بيقعد 7 دقايق على الفحم. طبعا ما نسيبهوش اكتر من كده عشان ما يتحرقش معانا واللحمه تنشف معانا، لا احنا بنفضل نقلب فيها كده، وبتطلع بقى بالشكل ده كده، طريه جدا جدا وجوسي من جوه. فعلا الكان بتاعت البرتقان فرقت جدا مع التتبيله وبتدي طعم حلو جدا. ما تنسوش بقى المقبلات، انا هنا عامله سمبوسه وممبار، والطرق بتاعتهم نازله على الصفحه. جربوا الطرق دي وقولي ايه رايكم. بالف هنا.